بنفس الموقف وبنفس الكلام نعيد اللي حصل امس بمباراة اليمن ولبنان. آه رغم يعني المستوى الفني اللي قدموه اللاعب ناصر محمدوه، قدم مباراة للتاريخ، هذا لا ننكرها، لكن هي رسالة للاعب. أنت يا ناصر، أنت ما تمثل نفسك في المنتخب، أنت تمثل وطن، تمثل منتخب وطن، تمثل دولة، مش اي مشهور او ولا اي زومري ولا اي تحديكم تفوزوا يا منتخب اليمن، وانا احلق ولا وانا ارقص ولا وانا اغني، ولا وانت تطلع يعني تفوز وتطلع تقول له احلق، ولا هذه رسالة المصطفى جدتي، او هذه رسالة المدري مين نفذ ومدري ايش، وهذا الاهداء يعني انت افهم على نفسك. أنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل دولة، تمثل وطن، أنت تمثل منتخب كامل. ارتقي بالتصرفات. أنا رسالتي لإدارة المنتخب، قبل كل مباراة بيوم أو يومين شيلوا الجوالات من لاعبينا، لأنه لاعبينا متكتكين. شوف هذا يتحدي، لو يشوف واحد أهبل بالشارع أتحدى المنتخب اليمني يفوز وأنا أحلق شعري أصلع. لا، اللاعبين لا يفوزوا ويقولوا يلا سير احلق صلعه. انت ما تمثل نفسك عشان تطلع تقول هذا عملنا احنا اللي نتحدي، واحنا اللي نقول لفلان نفذ التحدي، واحنا اللي نقول كذا. اما انت ما تمثل يا ناصر محمد، تمثل يعني تمثل نفسك، انت تمثل الوطن، تمثل. فهمت ولا لا؟ فو ارتقوا شويه لاعبين حقنا. انتم ما تمثلوا انفسكم، انت تمثل وطن، لا تتحدوا ولا تطلعوا تقول يلا نفذ التحدي ولا لا، هذا مش شغلتكم. انت تلعب بالمستوى اللي تقدر عليه، اما الباقي هذا شغلتنا احنا الشعب، يعني اللي يقول كذا نفذوا وسووا كذا. تحياتي.